سؤال، هو احنا ليه ينفع ناكل هول جرين وما ينفعش ناكل دي ابيض، مع ان دي الابيض هو من مكونات الهول جرين؟ ليه؟ انا عشان اوصل لدي الابيض ده مبدئيا انا وصلت له عشان انا افتقرت، ما بقاش معايا فلوس. احنا زمان كنا بنجيب القمح نطحنه ناكله ونطفحه ونبقى قمر. دلوقتي احنا بنجيب ونفضيه من ايه؟ من كل المواد الغذائيه المهمه اللي فيه، قصدي الانجريدينت الغذائيه اللي فيه، بنشيل منه المعادن والفيتامينز واي حاجه مفيده فيه عشان نوصله لدرجه من الحمضيه هي اللي بتوصله ان هو مختلف جدا عن بقيه انواع الدقيق، وبيخلي الكيك سبونج وجميل، وبيخلي الكرواسون فظيع. طيب الحمضيه دي بتعمل ايه؟ بتجبر الجسم ان هو ياخد كل الكالسيوم اللي في العظم وفي العضل وفي السنان. فبالتالي انا دايما بوصل ان انا دايما جسمي وجعني، ودايما عضلاتي تعبانه، ودايما بيزيد الالتهاب عندي في الجسم. طيب انا شلت كل بقى الفيتامينز وشلت كل المعادن، وقفت امتصاص البروتين، وقفت امتصاص الحديد، وقفت امتصاص الكالسيوم، وعملت كل ده. طب انا طبيعي طبعا ان انا وزني هيزيد، لان جميع الحملات الحيويه اللي انا محتاجاها، الحرق، كل ده بيبتدي يتنقل ب 60 كيلو ويجي لي السكر. طيب ايه تاني؟ انا بضيف مادتين، وماده اسمها السيستين وماده اسمها الوكسان. هما دول المادتين المسؤولين عن نزع المواد دي، الانجريدينت دي من الدقيق وتوصيله للمرحله اللي هو فيها دي. طبعا المادتين دول بيأثروا جدا بالسلب على جدار المعده وعلى جميع الاورجنز بتاعه الجهاز الهضمي بتاعي، وبتسبب في الاخر السرطان. طيب اخر حاجه اقولها، ان هو ليه دي لونه ابيض مع ان بتاع ده لونه ذهبي، القمح لونه ذهبي، ودي الاسمر لونه برده ذهبي. ليه؟ عشان انا بحط عليه مبيضات. المبيضات دي ببساطه شديده مبيضات عامله زي الكلور كده، يعني كيميكالز هي تاثيرها على جسمك كانها كلور. فتخيلوا ان انتوا بتاكلوا كلور. اخر حاجه كمان، معلش انا اسفه، تصمغ الامعاء. المواد اللي بتضاف دي بتعمل حاجه اسمها تصمغ في الامعاء، بتعمل اديجن في الامعاء، بتخلي الانسان حاسس ان هو دايما تقيل، وعنده بلوتنج، وعنده امساك، وعنده صداع من كتر البلوتنج اللي عنده. اليس منكم رجل رشيد؟